مثال على تحول التقنيات الحيوية إلى صناعة مربحة. منذ انطلاقه عام 2005 يعمل مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث على تحقيق رؤية اقتصادية قائمة على المعرفة ولا سيما في ميدان العلوم الحيوية. هذا المجمع يعتبر أحد أبرز مراكز العلوم الحيوية في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 90 شركة متخصصة بتقنيات علوم الحياة وقطاعات الصيدلة والتقنيات الحيوية البيئية والزراعية والطبية. وقد أعلن أيضا عن استضافة أهم الشركات البحثية المتعلقة بالأمراض الجينية والوراثية للعمل على اكتشاف الحلول لها. من خلال المختبرات ومراكز البحث الموجودة فيه، يركز المجمع أيضا على دعم قطاع التعليم عبر توجيه الطلاب إلى العلوم البحثية التي تخدم المجتمع وتدعم بالتالي الأيدي العاملة بالخبرات والكفاءات. ومن مهام المجمع تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الصناعية. أما المختبرات فتقوم على تحويل المواد الطبيعية إلى أخرى صناعية بطرق آمنة، واستخدام بدائل فعالة للنفط وتدوير النفايات بأقل قدر ممكن من الطاقة، إذ يمكن مثلا تجميع الزيوت من الطحالب واستخدامها كوقود حيوي للحفاظ على البيئة. يعد مجمع دبي للأبحاث والتقنيات دبيوتك من أهم المجمعات المتخصصة في مجال العلوم الحيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتركز رؤية هذا المجمع على مجالات الصناعة والأبحاث والتعليم عبر شراكات محلية وعالمية. سلام الفيل، سكاي نيوز عربية. ينضم إلينا في الاستوديو المدير التنفيذي لمركز دبيوتك مروان عبد العزيز الجناحي. أهلا وسهلا بك. متى تأسس هذا المجمع وما هي أهدافه الرئيسية؟ المجمع تأسس في سنة 2005 من قبل الشيخ محمد بن راشد، والهدف من هذا المجمع أن يكون مركز لشركات العلوم الحيوية في الشرق الأوسط، من خلال نحن استقطابنا للشركات العالمية أن تكون متواجدة في دبي وتباشر عملياتها للشرق الأوسط. طيب، يعني ما معنى مصطلح العلوم الحيوية؟ العلوم الحيوية نحن ممكن له 4 أجزاء أو 4 ألوان. اللون الأحمر يدل على العلوم الحيوية في المجال الطبي. اللون الأخضر يدل على العلوم الحيوية في المجال الزراعي. الأبيض في مجال المعدات الطبية أو المعدات بشكل عام. واللون الأزرق في المجال البحري. في العلوم الحيوية يدخل في كثير من المجالات، يعني نحن دائما أعتقد التفكير أو الفكرة أن هي بس في مجال الطبي، بس بالعكس هي تدخل في مجالات عدة. نعم. طيب، بالتأكيد هناك يعني صعوبات تواجه هذا النوع من البحوث، وتحديدا يعني البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية. طيب، أود أن أتحدث قبل أن أتحدث عن هذه المعيقات، دعنا نتحدث بشكل أكثر تفصيلي عنها في الشرق الأوسط. مدى الاهتمام بها تحديدا؟ ما هي الدول التي تشتهر بهذا النوع من البحوث العلمية؟ طبعا هذا المجال يعتبر يعني سوقه كبير، يعني لو بس أعطيك بعض الأرقام على أساس أنها يمكن تعطيك فكرة أكثر. المجال الدوائي مثلا في الشرق الأوسط يعتبر سوق 12 مليار دولار، وهذا ال 12 مليار دولار يكون فقط 5% أو 2% من السوق العالمي، ففي يعني مجال للنمو كبير جدا. وهذا يدل على أن في يعني هذا السوق في نمو تقريبا 5 أو 10 إلى 15% كل سنة. هذا بس المجال الدوائي، ونحن اللي هو يعني ينصب تحت اللون الأحمر. بالنسبة للتحديات، نحن يعني لاحظنا أن المجال اللي هو القوانين الموجودة لا يعني ما تساعد على الأبحاث وعلى الابتكار. والسبب ان يعني نحن كشعب اعتقد في الشرق الاوسط ان نحب الاشياء تكون جاهزه، فنحب ان نجرب شيء مجرب مثلا في امريكا او في اوروبا، وبعدين علم حديث مثلا انه علم حديث، فنحن بعدين نكون يعني نتابعه او ناخذه بعد ما يطبق او يتجرب. فمجال التطبيق جدا صعب، يعني يحتاج الى القوانين، يحتاج للاستثمار، يحتاج للدعم الحكومي. فهذه تقريبا مثل ما تقول التحديات. يعني من هي الأطراف الرئيسية التي تقوم بالدعم المالي لهذا النوع من البحوث؟ هل القطاع الخاص يعني له مشاركة واسعة في دعم هذا النوع من التطور العلمي؟ هو في البداية كان فقط الحكومة هي اللي يعني تستثمر في هذا المجال أو تدعم.
بس بعدين بعد فترة لاحظنا أن في كثير من الأبحاث يعني تطلع بس ما تدخل أو ما ممكن تطبق أو ما ممكن تكون منتج ممكن نستعمله. فبعدين صارت الشركات تعمل مع الجامعات على أساس أن الشركات تقول أوكي هذا نحن اللي نبي يعني يستخدم في السوق، والجامعات يقول نحن الكوادر والأبحاث الحديثة في ماشيه في هذا المنطلق. ففي فجوه، بس هالفجوه اعتقد في تقليص يعني. طيب وهذا الدور اللي نحن نلعبه. ما هي اكثر يعني الامور تطبيقا، يعني مثلا شركات الادويه، يعني ما هي التطبيقات العمليه الاكثر احتكاكا مع مجمع التقنيات؟ نحن يعني مجال الأدوية شوية مجال معقد، على أساس أنه حتى لو في ابتكار مثلا اليوم طلع من أي عالم في الإمارات أو في الشرق الأوسط، يحتاج تقريبا ل10 سنوات لحد ما ياخذ كل يعني التشريعات أو الموافقات. بس لاحظنا أن في المجال الزراعي مثلا أنه مجال قوانينه أسرع أو أسهل وممكن تطبيقه. يعني في مثال أن أحد الأمثلة أن يعني عندنا نحن في الإمارات أكبر مزرعة مائية في الشرق الأوسط، ويزرع فيه الخس والخيار وجميع أنواع الخضروات باستخدام يعني تقنيات حديثة. المزرعة المائية؟ المزرعة المائية نعم، يعني مبردة ومجهزة بالكامل، وتستخدم تقنيات حديثة. فالمجال الزراعي ممكن يكون يعني باب نحن أو خطوة أولى ممكن نبتدي فيها. بشكل سريع، هل يلام الإعلام لضعفه أو ضعف تغطيته أو تسليط الضوء على هذا النوع من الإنجازات العلمية؟ أعتقد أن الإعلام ممكن يلعب دور أن يشجع فيه الطلاب. يعني واحدة من الأشياء اللي الشركات تعاني منها أن يعني العدد القليل من خريجي الطلاب في هذا المجال. ونحن طبعا يعني معظم الناس اللي شغالين عند الشركات في المعامل أو في المصانع يعتبر عمالة مستوردة يعني. فليش نحن الطلاب هذول ما يكونون خريجين من الإمارات؟ فأعتقد هذا الدور من مواطني الدولة، يعني من مواطني الدولة أو حتى من مقيمين الإمارات، ليش لا يعني. فممكن الإعلام يلعب دور أكبر في هذا المجال. الشكر الجزيل لك. كنت معنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمركز دبي تك مروان عبد العزيز جناحي. شكرا.